اللي بيمتلك المال، وده للأسف أكتر حد بيحزننا كتير جدا، الشخص اللي بيمتلك المال بدون النموذج. يعني حد عنده فلوس عايز يشغلها، فعايز يشغلها في اماكن كويسه، في حاجات يبقى ليها بصمه ويبقى ليه اثر علمي كويس جدا، فبيبدا يشوف بعض الشباب او بعض الناس اللي عندها افكار وبيبدا يديله فلوس، او هو بنفسه يبدا ان هو يشغل المال بتاعه ده. طيب الشخص دوت اول حاجه بيعملها ايه؟ يعني ده للاسف من اكتر الحاجات الحزينه اللي بتواجهنا. اول حاجه بيعملها بيروح يصور، بيعمل اعلانات، يروح ينفذ منصات. فجاه بنبص نلاقيه جايب محتوى تصوير عالي جدا، يعني صور خلاص الدورات بتاعته، وعمل كمان اعلانات، وعمل منصة برمجة خاصة ودافع فيها فلوس كتير جدا جدا جدا، وجاي سؤاله بيقول الأكاديمية وقفت وأنا مش عارف أشتغل. طبعا دول أكتر ناس بنحزن عليهم جدا. وعلى فكرة أكتر ناس موجه ليهم الكورس دول هم الناس صحاب القرارات السريعة واللي معاهم فلوس بسرعة بينفذوا. الدورة دي هتفيدك جدا. فلما بيجي لنا في الحته ديت بيكون معاه الكلام ده، فانا بقول له اصلا لو انت ما عندكش اجابه للسؤال ده، انا ببني ايه اصلا؟ ببني الاكاديميه، ببني ايه وببنيها ازاي والكلام ده كله. فخليني اقول لك ان الفلوس هنا هتبقى حاجه بتسرع الغلط، مش بتسرع الانجاز. عشان كده احب ابشر كل الناس اللي عندها فكره حلوه، الفلوس مش هي اهم حاجه في العمليه دي.